بيوت القاهرة الإسلامية في العصر المملوكي والعثماني كانت غاية في الروعة والجمال. قد تبدو من خارجها بسيطة، حيث الواجهات المرتفعة التي تكاد تخلو من أي فتحات وزخارف، ما عدا المشربيات الجميلة التي تبرز من الواجهة وتتيح لمن بداخل البيت أن يرى من بالخارج دون أن يراه أحد. ومع بساطة المنازل الإسلامية من الخارج، لكن بمجرد دخولك من الباب تجد نفسك في عالم من الجمال والإبداع والتصميم المعماري الجيد. ومن البيوت الإسلامية الجميلة والعظيمة في القاهرة بيت المعمار المعروف باسم بيت علي لبيب، واللي أسسه الإخوة الملاطيلي كسكن لعائلتهم في القرن ال18. وأشرقت الأرض بنور ربها، زي ما حضراتكم شايفين الشمس اللي هنا بتنزل على منزل علي لبيب في الفناء الجنوبي الشرقي الجميل اللي احنا شايفينه. أولا المنزل ده مش معروف مين الملك الأصلي ليه، لكن احنا بنقول إبراهيم وعمر الملاطيلي دول تجار كانوا معروفين جدا في الدولة العثمانية، هم اللي قطنوا أو سكنوا البيت ده. البيت ده حسب ما عرفنا ان هو شيد في القرن ال18 الميلادي ل 12 الهجري. ال 18 الميلادي اي من 1700 لحد 1800، ال 12 الهجري اي من 1100 ل 1200. ويرجع طراز منزل علي لبيب للطراز العثماني المتأثر بالعمارة المملوكية التقليدية، ويقع المنزل في درب اللبانة بميدان القلعة في إطار عمراني ومعماري أثري فريد ما بين ميدان قلعة صلاح الدين يتوجها جامع محمد علي، وما بين مدرسة السلطان حسن ومسجد الرفاعي ومسجد المحمودية ومسجد قنيباعي الرماح. لو دخلنا حضرتك من الشارع توصل له ازاي وانت في ميدان القلعة؟ خلي قنيباعي الرماح اللي على عملة ال200 جنيه على شمال حضرتك واطلع السلم بتاعه واكسر شمال، هتلاقي المنزل على شمالك، هتلاقي بره 4 مشربيات ومشرفيات غاية في الدقة والروعة والجمال. درب اللبانة سميت ليه بالاسم ده؟ لأن طائفة اللبانين كانوا ساكنين هنا، وليهم طبعا البوابة اللي بتدخلوا منها اللي هي بوابة درب اللبانة، لذا سميت درب اللبانة بدرب اللبانة لأنهم كانوا بيبيعوا اللبن. زي الخيامية هم أو المغربلين أو السروجية، الناس اللي كانت مسؤولة عن كل حرفة كان بيسمى المكان اللي بيقطنوا فيه على اسمهم. حضرتك لو دخلت بقى المنزل وبدأت تبص بعد الواجهة خالية من الزخارف باستثناء ال4 مشروبات اللي موجودين فيها. طب ليه خالية من الزخارف؟ لأن دي عمارة مدنية وليست عمارة دينية، عايز يظهر الثراء الزخرفي بتاعه اللي بنلاقيه على الواجهات، مثل مسجد السلطان حسن اللي موجود جنبنا أو الرفاعي أو المساجد اللي موجودة حوالينا كلها زي قنيباعي الرماح برضو بجوار المسجد أو المدرسة مباشرة.
لو حضرتك دخلت هنا من المنزل في الوش على طول هتلاقي الدركاه، وبعد كده مدخل زي مدخل منكسر بتكسر شمال لحفظ الخصوصيه. الاسلام بيكرم الضيف وي، لكن في خصوصيه للمنزل. حضرتك لو دخلت ادي المدخل المنكسر قدامنا، تدخل تلاقي الدركاه هتقعد عليها، فيها بسطه بتقعد عليها، بعد كده بتدخل لباب، الباب بيبقى كبير الحجم شويه. الفرق ما بين المشربية والمشرفية، هما الاتنين يعتبر واحد، لكن الفرق ما بينهم في الخوارنك اللي هنشوفه دلوقتي على الواجهة. المشربية أو المشرفية دي حاجة من الخشب الخرط، جزء كده من الخشب الخرط بيتم تكوينه ويتعمل من خلال المشربية أو المشرفية. تمام. لو لقينا خوارنك تحت، الخوارنك ده عباره عن عقود كده زي ما انا برسم لحضرتك كده، واعمده بتنزل، ده اسمه الخوارنك. لو لقينا الخوارنك ده اذا اسمها مشربيه، لو ما لقيناش الخوارنك يبقى اسمها مشرفيه. اهو، من بالداخل يستطيع ان يرى من بالخارج، ومن بالخارج لا يستطيع ان يرى من بالداخل. اول ما تدخل هتدخل للفناء الصغير اللي هو الفناء الجنوبي الشرقي. الفناء ده فيه مقعد اللي هو انا قاعد فيه حاليا، ده المقعد ده. ايه فايده المقعد وازاي بيتكون المقعد وبنصعد له ازاي؟ اول ما تدخل بتلاقي باب في الوش، بتصعد على كام درج سلم، بتدخل شمال بتصعد للمكان ده، عباره عن عقدين اهم وما بينهم عمود، العمود ده بيحمل العقدين دول. المقعد ده بيستفيد منه صاحب المنزل اللي هو بيستقبل فيه الزوار بتوعه. طب ممكن صاحب المنزل يقعد فيه؟ ممكن طبعا يقعد فيه ويستمتع بالمنظر الجميل ده. ولذلك أطلق أيضا على بيت علي لبيب بيت الفنانين. وسمي منزل علي لبيب ببيت الفنانين لأنه جذب إليه العديد من الفنانين والمعماريين، على رأسهم الفنان رمسيس ويسا واصف. وآخر واحد قطنه هنا هو حسن فتحي. طبعا الناس دي قطنت المنزل ده في اواخر ثلاثينيات القرن العشرين، من 1900 لحد سنه 2000. بعد كده المنزل سابوه، اعيد ترميمه سنه 2004. جه سنه 2010 دكتور عصام صفي الدين خاطب وزير الثقافه فاروق حسني وقتها وقال له عايزين ان احنا نعمل المنزل ده بيت المعمار المصري، المعمار اي المهندس. وبالفعل بدا في تنفيذ الفكره بتاعته، وكانت فكره جميله جدا. ووضع صفي الدين سيناريو إعادة التوظيف للمبنى الأثري ليروي تاريخ العمارة في مصر، ويصبح مركزاً للحفاظ على العمارة المصرية ويوثق لتطويرها عبر العصور، ويحافظ أيضاً على الهوية المصرية في فنون العمارة، وينشر الثقافة المعمارية والتوعية بالعمارة وجماليات التصميم العمراني والفنون. وقد ذكر المعماري حسن فتحي في أسباب اختياره لمنزل علي لبيب ليسكن فيه أن المنزل بعد الثياب يحيط بجسم الإنسان، وأنه يجب أن ينتمي الإنسان إلى منزله، كما أن المنزل لابد أن ينتمي إلى صاحبه ويحقق له الراحة النفسية والراحة البدنية. ومنزل علي لبيب كمنزل عربي إسلامي ينطبق
مع متطلبات الروح المصرية والعربية، والتناسق الموجود في العمارة العربية تختلف عن العمارة الأوروبية. لذلك اختار المعماري حسن فتحي منزل علي لبيب ليعيش فيه، واختار الإقامة في الدور الثالث والأخير بالقرب من سطح المنزل ليحظى برؤية بانورامية للحي. فتحي يا جماعه ده مهندس، ولد سنه 1900 ميلاديه، توفي سنه 1989 ميلاديه، يعني عاش 89 عام. كان راجل محب للفقراء والبسطاء رغم ان هو كان غني. الراجل ده دخل امتحان الهندسه الزراعيه، كان نفسه يبقى مهندس زراعي لكن ربنا ما وفقوش ورسب في الامتحان ده. راح داخل امتحان المهندس خانه او الهندسه خانه، الهندسه خانة اللي هي كليه الهندسه. دخلها فين بقى؟ في جامعه الملك فؤاد الاول اللي هي جامعه القاهره حاليا، ونجح في اجتياز الامتحان. ليه؟ لان هو كان فنان رسام بيعرف يرسم، عدى في الامتحان ده. وقت تهجير الناس لما شالوهم من وادي الملوك والملكات في الاقصر ودوهم مكان اسمه القرنه، فكانوا عايزين حد يعمل للناس دي منازل 300 اسره او 200 اسره. جابوا مين؟ حسن فتحي. قال لك تعالى يا عم اعمل للناس دي منازل. دخل يعمل لهم المنازل بالحاجات البيئيه اللي موجوده في البيئه. الطين بدأ يبني بيه المنازل، الخشب بدأ يبني بيه المنازل، وكل ده ببلاش ما بياخدش حاجة. وعمل كتاب اسمه عمارة الفقراء، ودي قرية اسمها قرية القرنة، دي موجودة في الأقصر حتى الآن، القرنة الجديدة أو الجرنة هم اللي بتوع الأقصر بيقولوا عنها كده. وسيظل منزل علي لبيب أو منزل المعمار المصري شاهد على التاريخ ومنارة للفن والعمارة المصرية، ينهل منها الفنانون والمعماريون من إبداعات السابقون لتكون لهم دافع لبناء المستقبل. ومن هنا خلصت حكايتنا النهاردة، لكن ما زالت هناك كثير من الحكايات من وراء الأبواب.